المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام، آمين آمين. تكملة لدرس الزكاة، زكاة الفطر وما دار حولها من تفريعات للشيخ شرفي، نسأل الله تعالى أن يوفقه فيما بقي من الجزء الثاني، وربما سيكون جزء ثالث حول بيان أقوال العلماء في زكاة الفطر وإخراجها بين القيمة والإطعام وسرد أقوال العلماء فيها. نسأل الله له التوفيق، فليتفضل شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله صيام وقيام الجميع بمزيد من الأجر والثواب إن شاء الله. في هذه الليلة الثانية من شهر لي معكم في شهر رمضان، ارتأيت اليوم أن يكون حديثي حول سورة القدر، التي يقول الله فيها عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقبل أن أشرع في بيان معاني كلمات هذه السورة وإظهار ما تنطوي عليه من الألطاف والأسرار، لابد من هذه المقدمة التي تشرح الفكرة الأساسية فيها، وهي أن الناس صنفان، أو أن الناس رجلان: رجل عالم ورجل عابد، وما بين هذين الرجلين بون شاسع. ودليل القرآن الكريم يقول الله جل شأنه في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا دليل من السنة المطهرة، روى الإمام الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان، رجل عابد ورجل عالم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في قاع البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة،
وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في قاع البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهكذا فإن كذلك ليلة القدر فضلها خير من 1000 شهر. وهنا أسأل: كيف تكون ليلة واحدة أفضل خير من 1000 شهر؟ بمعنى أن العبادة فيها من صلاة أو صوم أو قراءة قرآن أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو طلب للعلم أو زيارة للأقارب أو عيادة للمرضى أفضل ثوابا وأعظم أجرا من سائر الشهور ومن سائر الأيام في ليلة القدر. إلى هنا أيها الإخوة أسأل سؤالا: ماذا يريد الله عز وجل لنا من خلال سورة القدر؟ ماذا يريده الله لنا؟ الجواب أن الله عز وجل يريد لنا نحن المستضعفين ونحن المتيمين بحبه أن ينقلنا من رتبة العباد إلى رتبة العلماء. وهذا هو السر في أن أول آية نزلت في ليلة القدر هي دعوة إلى العلم. فيقول الله جل شأنه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن دعوة للعلم، بمعنى أن الإنسان لا يتحصل على كماله إلا من خلال العلم. كذلك المجتمعات لا تدرك كمالها ولا تحقق تطورها ولا تنتهي إلى استقرارها إلا بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلامة ابن الجني وهو من علماء اللغة يأخذ من كلمة اقرأ أرق وأقر. الأرق عدم النوم والأقر الاستقرار، فيشير إلى أن المجتمعات لا تعرف استقرارها ولا تعرف تقدمها إلا بالعلم، إلا بالعلم. لذلك الله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولهذا كانت المرتبة بين العابد وبين العالم مسافة بينهما مسافة كبيرة جدا، لأن العابد معرفته بالله محدودة وتقواه محدودة، وبالتالي درجته عند الله تكون محدودة. وأيضا يكون هذا العابد على خطر من الوقوع في المعاصي والموبقات، سواء بترك الواجبات وترك السنن أو بفعل المحرمات وارتكاب المكروهات، لأن مناعته الداخلية ضعيفة. مقاومته لهذه الرذائل وللمنغصات وللإغراءات وللضغوطات في داخل المجتمع تكون مقاومة هشة. هذه المقاومة تتقوى كلما تقوى الإنسان في مدارج العلم. لذلك هذا الإنسان العابد ليس مستبعد أن يقع في المعاصي. أضرب لكم مثل: الشيطان الذي كان يلقب بطاووس العبادة عبد الله عز وجل 6000 سنة وهو يعبد في الله، يعبد الله. ولست أدري 6000 سنة هل هي من حساب الدنيا أو بحساب الآخرة، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. أمام أمر إلهي واحد، أمام امتحان واحد للشيطان، سقط وفشل في الامتحان
ولم يستطع أن يتجاوز هذه العقبة. فعندما يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد لآدم وتمرد على الله حقدا وحسدا على آدم وعلى ذريته. وهنا انكشف زيف عبادة الشيطان، وأنه في الحقيقة لم يكن يعبد الله، بل كان الشيطان يعبد ذاته، يؤله ذاته. ولذلك انكشف زيفه وظهرت حقيقته. فهذا عندما يقول الشيطان: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وخلقته من طين، بمعنى الشيطان كان يعبد ذاته، كان ينافق في عبادته لله سبحانه وتعالى. ولذلك فشل في الامتحان، لأن عبادته لم تكن مقرونة بالعلم وبالمعرفة الإلهية الكاملة التي تعصمه عن الوقوع في براثن الفساد وتمنعه من الوقوع في لغة الاستكبار والتمرد على الله سبحانه وتعالى. القرآن يوضح لنا حقيقة حينما يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلمة يعبدون في اللغة بمعنى ليعرفون. فإذا جمعنا بين العبادة والمعرفة نقول أن العبادة الحقيقية هي التي تقوم على معرفة الله، هي التي تقوم على معرفة الله. هذا بالنسبة للعابد. أما العالم فهو يمتلك مقاومة كبيرة جدا أمام كل الإغراءات، وإذا ما تعرض للضغوطات في المجتمع هذا الإنسان العالم المتعبد سيصبر وسيثبت أمام كل التحديات. هذا سيدنا رسول الله صلوا عليه الصلاة والسلام حينما عرض عليه غطاريف جهنم من كبار مشركي مكة، قالوا له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا وينعت آباءنا ويمقتهم، ينعتهم بالصفات الذميمة. قل لأخي ابن أخيك يكف عنا حربه هذه وطورته. قال: إن أراد مالا أعطيناه مالا، إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد شرفا أعطيناه مفاتيح مكة. يعني ضغوطات، إغراءات لسيدنا رسول الله حتى يتخلى عن منهج ربه. فماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هل استسلم نبينا للفساد؟ هل استسلم نبينا للإغراءات؟ هل خضع للضغوطات؟ كلا، هو الذي يردد قول الله جل شأنه: واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لماذا؟ لأن معرفته بالله عظيمة. كلما ارتقيت أيها الإنسان المسلم في مدارج العلم كلما كنت أكثر تحصنا من كل الإغراءات ومن كل الضغوطات، خاصة في أيامنا ضغوطات الحضارة المادية وغيرها. كذلك انظروا لسيدنا بلال بن رباح، لما بالرغم مما تعرض إليه من النكال والعذاب من زبانية جهنم من سادة قريش، وهو يعذب في بطحاء مكة وتوضع عليه الحجارة ويعرض للضرب، وهو لا يردد إلا كلمة أحد أحد. الحديث ذو شجون، إن شاء الله نواصل الحديث في تفسير سورة
ليلة القدر في الأيام المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله.